اليوم جيت نخوي عليكم قلبي ونعاود لكم حكايتي. غادي تحقدوا عليا حيت انا ظلمت واحد الشخص اللي ما درت شي حاجه. انا تعرضت لاغتصاب وسبيتها في واحد اخر. انا كنت الوحيده ديال دارنا، كنت مفشه بزاف، كانت اي حاجه كنبغيها كيجيبوها ليا والديا. كنت كنمشي نحفظ مع صحاباتي وتما فين كان المشكل تحلوا ليا العينين. كنت كنتصاحب بزاف في سن المراهقه، كيعجبني غير نتصاحب وكان تيعجبني الدراري يديوها فيا ونكون انا متميزه على صحاباتي. كنت انا زوينه وكنت اي حاجه كنبغيها كناخدها، واي واحد كيبغيو البنات كنبغي انا اللي نديه ليهم. واحد النهار وصلت للباك، ديك الساعه بقيت كنقول لماما انا كنمشي نحفظ مع صحاباتي، وانا مره كنمشي نخرج مع الدراري. كل مره فين نمشي نخرج كنمشيو لي بواط. كنت كنبغي نجرب اي حاجه، كنت كنكمي معاهم كنشرب. كانت المراهقه جاتني صعيبه، ومره كيعطيوني طرف ديال الحشيش كنجربو كي داير. تما فين كان المشكل. واخا ما كنتش كندير شي حاجه خايبه، كنضحك ونتفلا ونشط، ولكن ما كنمشي مع حتى شي واحد. ملي وصلنا للباك كان واحد الدري سميتو معاد، كان في المدرسه. البنات كلهم كيتسابقوا باش يهضروا معاه، وكان انيق بزاف وسيم، ولكن انا بغيت نديه ليهم. كان عندي مرض، كنبغي اي حاجه نكون انا اللي ناخدها. بنادم ربما التربيه ديال والديا اللي كنت كنطلب لهم اي حاجه كيجيبوها لي، وهذا الشيء سبب لي مشكل في حياتي. كنبغي نكون متميزه واي حاجه بغيتها ناخدها. مشيت بقيت كندور عليه حتى طاح ليا في الشبكه، وليت كنخرج معاه. بقاو صحاباتي كيشوفوا فيا كلشي كيحسدني عليه، حيت كانت تقريبا نص المدرسه كيدوروا على معاد. في الاخر هضر معايا انا، وانا هادشي كان تيفرحني. كنبغي نكون متميزه، بقيت كنخرج مع معاد. كان معاد عنده اغراض اخرى، ما كانش كافي ان نخرج معاه ونضحك معاه. دائما كان تيبغي يديني شي بلاصه، تيقول لي احنا نعبروا على الحب ديالنا، ولكن انا واخا هكا ما كنتش كنبغي نمشي ندير معاه علاقه. واحد النهار بقى كيلعب ليا على عقلي، قال لي غتباتي معايا. وانا كنت كنبقى نقول لماما راه كنمشي نحفظ مع صحاباتي، راه وكانوا كيقولوا لي والو، كانوا كيرفضوا لي حتى شي طلب. تيقول لي صافي بنتي امتحانات وهذه سيري تحفظي اللي سلكك ديريه. مشيت عند معاد وبت معاه ديك الليله، وعدني بلي ما غيقيسنيش. العذريه ديالي اللي وقع ديك الليله ما عمري ما نساه. قلب لي حياتي راسا عن عقب. بقينا كنشربوا، معاد دار ليا شي حاجه، زاد ليا فلاطوس، وقع اللي وقع ومشات العذريه ديالي. منين تراجعت الصباح ندمت اشد ندم. قلت ليه شنو هادشي اللي درتي؟ قال لي انت اللي بغيتي، انت راه ما كنتيش عاقله على راسك البارح. بقيت كنبكي بهستيريا، كنقول شنو غنقول لدارنا، غادي نتفضح. قلت ليه شنو درتي فيا دابا، كيفاش غنواجه دارنا؟ بغيتي بالرغبه ديالك وانت اللي بايته معايا، شنو كنتي كتسناي؟ لقيتو كيهضر على حق. انا اللي درت فهادشي في راسي، انا اللي ثقت فيه. شنو نقول لدارنا؟ مشيت بت معاه ودارنا دايرين فيا الثقه. ندمت ديك الليله اشد ندم. قلت له دابا شنو غنديرو؟ قال لي انا ما عندي ما ندير، انا دوزت معاك وقت زوين وصافي. داكشي اللي بغيتو وصلت ليه، ومن اليوم ما تعرفيني ما نعرفك. انا ما كنبغيش البنت الخفيفه، كيعجبوني البنات مرزنين. وصافي دابا حتى خديتي الغرض، عاد وليتي كتقولي كنبغي البنات متخلقين ومترزنين. انت اللي كنتي دائما ملح اننا نديرو علاقه، علاش دابا تراجعتي؟ قال لي انا راجل ندير اللي بغيت، انت اللي بنت خاصك تحضي راسك. مشيت للدار في حاله يرثى لها. والديا تيقولوا لي مالكي؟ قلت لهم والو، غير جبت واحد النقطه خايبه وصافي. وبقاو هما مساكن كيحاولوا يسكتوني وتيقولوا لي نديروا لك مراجعه، شنو خاصك ما تبقيش تفقسي راسك كاع، الا ما نجحتيش هاد العام اش غيوقع؟ بقيت شي اسبوع ما كنخرجش من الدار، وليت كنراجل فيلم ديال حياتي. لقيت انا اللي عاطيه الاستهتار
انا اللي تقت في هاد خينا ومشيت معاه. غتقولها لاي واحد يقول لك انت اللي مشيتي معاه وبدتي معاه كاع. طيش المراهقه جاني صعيب. من داك النهار درت عقلي، ما بقيت لا مصاحبات لا سهرات، وليت مقابله غير قرايتي. دازت واحد المده لافاك كانوا كيتقدموا ليا، ولكن انا عندي داك السر خطير، ما قادراش انا نصارح شي حد ولا شنو ندير، ما عارفاش شنو ندير. حتى لواحد المره واحد السيد صاحب بابا جاب ولدو عرفني عليه، وكان صراحه عجبني بزاف داك الولد، وانا وافقت. ولكن تنقول خاصني نصارحو، خاصني شي نهار نصارحو. وبدينا كنوجدو ودرنا الخطوبه وركبنا الخواتم، ولكن انا كنت حاسه بتأنيب الضمير. كنقول يمكن الا صارحتو يتفهم، انه كان طايش مراهقه وبزاف كيدوزو من زوات. متفتح وكان عايش برا مده طويله، وقريت افكارو. قلت يمكن هاد السيد ما تقدرش تهمو العذريه، وما هضرنا في هاد الموضوع شحال من مره، وبقينا كنخرجوا، وليت كنبغيه حتى هو ولا كيبغيني. ولكن جا النهار اللي قرب العرس ديالنا وبغيت نصارحو. ملي قلتها لسمير وجهو تبدل، ولا بحال شي وحش صبيه، وقال لي انت خدعتيني، علاش خليتيني حتى جيت وخطبتك وهاد المده كامله وانت كتخدعيني؟ وشكون هذا اللي دار فيك هاد الشيء؟ قلت له انا دابا تنصارحك. قال لي هذا خداع، من الاول كان خاصك تقوليها ليا، ولكن هاد الشيء ما غاديش نسكت عليه، غادي نربيك، انا غنمشي نفضحك مع داركم. انا ما توقعتش منه هاد ردة الفعل، كان عنيف في ردة الفعل، بقى كيسب فيا وكيعنف فيا، ما توقعتوش. انا صحاب لي انسان متفتح، وقال لي خسرت عليك الفلوس ما خليت ما جبت لك، دابا عاد كتقولي هاد الهضره هادي، استغليتيني ولعبتي بيا. كيسحب لك انا دمدومه ولا ما عنديش كرامه تمشي ديري علاقه مع واحد وجيت تلصقيها فيا؟ انا هادشي ما غنسكتش عليه. لي هاد الهضره وليت خايفه لا يمشي يقولها لدارنا، ومشيت انا سبقته، ومشيت للدار، دخلت كنبكي. والدياتي شافوني في واحد الحاله. جات عندي الوالده قلت لها راه لعب بيا سامي وراني واحد الدار واغتصبني. بقات امي كتبكي كتقولي اويلي. قلت لي يقول له جي يصلح الخطا ديالو وضرب بك صداق. قلت لها هو راه ما بغاش. قال لي ماشي انا، راه نكر كلشي. مشات ماما قالتها لبابا، بابا طلع عليه الدم بقى كيغو. مشات ماما قالتها لبابا، بابا طلع عليه الدم بقى كيغوت وتصدم. عيط في التليفون على باه، قال له شنو هادشي دار ولدك؟ قال له شنو دار ولدي؟ وتصاب سامي كان معصب، ما بقى قال والو لوالديه. قال له راه اغتصب ليا البنت، قول له دابا يجمع ورقه ويجي يضرب عليها الصداق. انا هادشي راه زعما هذه الصحبه وانا امنتك على بنتي، علاش يدير فيها هكا؟ قال له انا راه ما عرفت حتى شي حاجه. ويمشي يعيط على ولده، اعترف ليه بالحقيقه كامله. ولكن الوالد ديالي مشى للمحامي ورفع عليه قضيه وتشد في الحبس. ولكن اللي ما درت ليش حساب انهم غادي يديروا الخبره الطبيه ويلقاو الاغتصاب كان هادي شي 4 سنين. وتما تفضحت وتعرف المستور اللي مخبيه هادي 5 سنين. والديا تصدموا فيا، والوالد جاتو صدمه عصبيه، جاه شلل نصفي بسببي. انا بغيت ندير خطه، بغيت ندير كذبه، ولكن ما حبكتهاش مزيان، ما درستهاش من الجوانب كامله. وتطلق سامي وقت وسط الناس وكل شي عرف القضيه ديالي. دابا الان انا كندفع الثمن غالي. الوالد تشلل بسببي، ربحت والو، السير ديالي تفضح وبابا تشلل. انا خديت الجزاء ديالي ملي ظلمت هاد السيد ما كانش غيفضحني، ولكن انا تسرعت والشيطان لعب بيا. دابا دفعت الثمن غالي. حل المشكل وقعت في مشكل كبار منه، وهذه هي قصتي، وكنتمنى تاخذوا منها عبره.